عايزه اقول لكم ريحتها قلبه البيت كله والله العظيم. بصوا الطعامه، بصوا الشقاوه، بصوا الحلويات. عايزه اقول لكم بصوا الشقاوه. بصوا ريحتها ايه. معايا بشاميل بطعم الجبنه كيسين، يبقى انتوا كده عرفتوا انا هعمل ايه. ومعايا كيس مكرونه قلم، ومعايا ربع كيلو لحمه مفرومه، ومعايا كيلو الا ربع حليب. المكرونه خلاص اهي اتسلقت. هنجيب بقى هنا طاسه ونعصج المفروم بتاعنا. احط كده مع بصلايه كبيره. هنا بقى نحط المفروم بتاعنا. انا هنا ما ضفتش بقى ليه سمنه كتير، عشان المفروم هنا اللحمه هتنزل السمنه بتاعتها. فلفل اسود اهون، ملح، بصل بودر. هنا ما عنديش صلصه، لو عندك صلصه ضيفي معلقه صلصه كده بتبقى طعمها خطير قوي. انا هنا بشرتي طماطميه واحده عليها. هي خلاص اتعصجت، انا قفلت عليها. تعالوا نعمل البشاميل. معايا كيسين اهما من خلطه البشاميل بالجبنه اهي بطعم الجبنه. انا هنا حطيت كيس حليب لقيته قليل فضفت كوبايه كمان، يعني كيلو الا ربع لبن كده. تعالوا بقى، دي خطيره. ميه الكوبايه من ميه المكرونه المسلوقه، معلقه سمنه، واقلب بقى. رفعت البشاميل على النار وايدي كده بقى فيه عشان ما يكلكعش. القوام بتاعها خلاص البشاميل كده بالنسبه لي مناسب. معلقه الجبنه الشيدر دي اختياري بس هتخلي طعمها حلو قوي. زي معايا المكرونه البشاميل. تعالوا والصينيه بتاعتنا اهي، احط فيها كبشه بشاميل. حطيت كده البشاميل من تحت. باخد بقى من البشاميل كده واقلب المكرونه كلها. اخد تاني اهو وانزل كده بنص المكرونه اهي في الصينيه. تعالوا هنا بقى نحط المفروم. هنحط هنا المعصب بقى شكلها جميل، عايزه تتاكل اكل كده والله العظيم. تعالوا نحط الطبقه التانية بقى نحط الطبقه الاخيره من البشاميل. تعالوا بقى نجيب بيضايه ورشه فلفل اسود ورشه ملح ونحطها فوق الوش. تعالوا بقى يلا ندخلها الفرن. والله العظيم عايزه اقول لكم انا دقت من البشاميل طعمه حلو قوي. تعالوا يلا ندخلها الفرن.